آخر، حيث أعلنت الجزائر اليوم نائب القنصل العام المغربي بمحافظة وهران غربي البلاد محمد الصيفاني أعلنته شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد. وأوضحت الخارجية الجزائرية أن أسباب هذا القرار بحق الصيفاني تتعلق بقيامه بتصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة ممارسة مهامه بالقنصلية المغربية في وهران بدون أن تذكر طبيعة هذه التصرفات. هذا ولم يصدر رد فعل من المغرب حتى الآن. وكانت الجزائر أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب منذ أغسطس 2021 بسبب ما قالت إنه تصرفات عدائية ومهددة لاستقرار البلاد. معي من الجزائر العاصمة صحفي زكي عليلات، الصحفي في جريدة الجزائر الجديدة. زكي عليلات، مساء الخير. هل هناك أي تسريبات حول الأسباب التي جعلت وزارة الخارجية الجزائرية تعلن نائب القنصل المغربي في وهران شخصا غير مرغوب فيه؟ مساء الخير أستاذة دنيا. أهلا. بالتقيد على كل حال ببيان وزارة الشؤون الخارجية، مثل ما قلت أنت أيضا، بأن هناك أعمال مشبوهة قام بها هذا نائب القنصل العام المغربي بولاية وهران، ولكن بعض وسائل الإعلام الجزائرية هنا ربطت أن هناك اليوم تفكيك ربما قد يكون الأمر له علاقة مع معينة، وبالتالي تدخلت وزارة الشؤون الخارجية اليوم. قلت له علاقة، قد يكون له علاقة بتفكيك شبكة إجرامية. واليوم بالناحية العسكرية الثالثة تم حجز ما يقارب 100 كيلوغرام من الكيف المعالج قادمة من المغرب، مع توقيف 4 أشخاص من جنسية مغربية. أقول هذا الكلام لأن البعض وسائل الإعلام ربطت أن الرجل ممكن أن يكون متواطئا مع هذه الشبكات الإجرامية التي تنشر وتنشط نعم في الجزائر لنشر المخدرات بشكل بالغ. وأنت تعرفين حساسية الجزائر من هذا الملف بشكل كبير، حتى أن مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي تناول هذه النقطة وقال بأن هناك قوى شر تعلن حرب غير معلنة، سلاحها وعنوانها المخدرات، قادمة من الحدود الغربية للجزائر وأيضا الحدود الجنوبية. ضيف إلى ذلك أستاذة دنيا أن وسائل الإعلام هنا تشير بأنه الرجل يمكن أنه كان محل أنظار السلطات الأمنية هنا في الجزائر، ولا يمكن أن يكون هذا القرار قد صدر. لكن تبقى كل هذه المعلومات زكي عليلات هي معلومات أوردتها وسائل الإعلام، لا شيء رسمي في هذا الحيز. لا شيء رسمي. حتى اتفاقيات فيينا أستاذة دنيا لا تجبر الطرف الجزائري على أن يعطي الأسباب للطرف أو للدولة المفيدة. في اتفاقيات فيينا المعروفة في 1963 في المادة 23 لا يعطي يعني ضرورة أنه يجب أن يكون هناك تبليغ أو إعطاء الأسباب التي تقف وراء هذا الأمر. الآن بعد أن أمهلت السلطات الجزائرية نائب القنصل 48 ساعة لمغادرة الممثلية القنصلية، من سيقوم بمهامه؟ النائب القنصل هو موجود حاليا. طيب. اعتقد مكلف بالنيابه في الشيحاني الذي تم افتتاحه اليوم لوزاره الشؤون الخارجيه هو الذي سيقوم. وهناك اتفاقيه فيينا للعلاقات القنصليه تنظم العلاقات ما بين البلدين، وهذا شخص غير مرغوب فيه وليس شخص مطرود.